بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة رأس السنة. وعايز أقول بمناسبة هذا الموضوع يا جماعة كلمتين يعني، وأتمنى أن حضراتكم تسمعوهم وتفهموهم وتعوهم يعني. رأس السنة دي يا جماعة ده شيء مهم جدا في حياتنا وشيء جميل ونتمنى على الله أن السنين اللي جاية كلها تبقى خير ورخاء وسعادة وسلام، والناس تحب بعض. احنا محتاجين ان احنا نحب بعض اكتر، محتاجين ان احنا نحب بعض اكتر ونوفي بعض اكتر يا جماعة، ونخلص لبعض اكتر، لان الذكرى هي اللي بتدوم. الذكرى يا جماعة هي اللي بتدوم. وعايز اقول يا جماعة بمناسبة برضو راس السنة يعني، ان كل سنة وانتم طيبين طبعا، بعد السلام والتحايا والحب العظيم اللي انا بكنه لكل شعوب الارض وكل اجناس الدنيا. عايز اقول يا جماعة ان ليلة راس السنة فيها تناقض غريب انا لاحظته يا جماعة مع الناس اللي هم كبار السن والناس اللي هم في مقتبل العمر. كبار السن يا جماعة لما بتيجي راس السنة عليهم بيحسوا، مش عايز اقول بحزن وبغبطة في القلب، ولكن بيحسوا كده بألم. ألم. أنا أرى إن التفسير المنطقي الوحيد لهذا الألم إن دي سنة ضاعت من عمرهم. سنة ضاعت من عمرهم، فهم بيحاولوا إن هم يعني بيخيل إليهم إن هم خلاص كده إلى نهاية المطاف، بيسيروا إلى نهاية المطاف. أما الشباب يا جماعة الصغيرين الحلوين الأمامير القطايط اللي لسه طالعين، راس السنة بالنسبة لهم إن هم كده خلاص بقى هيبدأوا بقى في مقتبل العمر. الحياة بالنسبة لهم وردي، وإن شاء الله بإذن الله يا جماعة تكون وردي فعلا، وردي وجميلة وكلها سعادة وكلها حب وكلها تفاني وكلها إخلاص. ونتمنى على الله يا جماعة إن الناس اللي هم كبار السن يعوا ويتفهموا إن الأقدار والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. والأجيال الجديدة الصغيرة اللي هي لسه طالعة دي نتمنى برضو على الله إنهم يتفهموا الموضوع ويبدأوا ينشروا السلام. إحنا محتاجين إن إحنا ننشر السلام والمحبة، محتاجين إن إحنا نحب بعض أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، لان المحبه دي هي اللي هي اللي هتكون دايما، وهي اللي هتخلي ذكرى الناس دي كلها يعني. جميع الناس يا جماعه مصير واحد، واعماركم ملهاش اعاده. لازم تعرفوا ان اعماركم ملهاش اعاده، فلازم نسيب ذكرى حلوه ورانا. مش لازم يا جماعه برضو نغلظ في القول ونشتد في القول ونتكلم اللي هو الكلام اللي هو المفروض ان هو يعني يكون في غلظه. يعني مش لازم نغلظ في القول. ويجي واحد مثلا يطلع لك يقول لك مفيش حاجه اسمها راس سنه، مفيش حاجه اسمها. يا عم ما هو انت ممكن انت يخيل اليك، او مثلا تتخيل في عقلك الباطن او عقلك مثلا ان راس السنه ده شيء جميل، يعني الناس هتفرح فيه وهتملأ الحياة ود وزهور وحاجات يعني عطرية جميلة حلوة. اليوم ده أنا بحس فيه يا جماعة بتفاؤل رهيب، تفاؤل رهيب وجم. وبحس كده إن اليوم ده، ان الناس اللي هي خارجه في اليوم ده عايزه متنفس طبيعي ليهم يا جماعه. عايزين يتنفسوا، عايزين يتنفسوا يا جماعه هواء نظيف وحياه حلوه وحياه جميله. ندعو لهم في هذا اليوم بالتفاؤل والحب واللقاء والسلام. مش نكبس عليهم يا جماعه ونغلظ عليهم في القول والفعل، ونتكلم بقى الكلام اللي هو البايخ اللي ما فيش حاجه اسمها راس سنه ومش عارف ايه، وان العيد عيد. مش لازم يعني يا جماعه، يعني لازم يكون في عندنا كده يعني رأفة وحب وأمل وسلام وتفاؤل. في سنة طيبين يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله.